عباد الله، إلى متى الرقاد والنوم؟ إلى متى تستمر غفلتنا ويستمر لهونا وسط الألم الذي نعانيه؟ إلى متى يستمر ابتعادنا عن طريق عزنا ونصرنا؟ إلى متى ونحن نرى المعاصي ظاهرة في كل مكان، في المنازل، في الأسواق، في الجرائد، في المجلات، في الشاشات، في المؤسسات، في المعاملات، بل قل في كل جوانب حياتنا؟ حرب على الله. كيف ننتصر إن كنا نحن الذين نحارب الله؟ كيف ينصرنا الله ومعاصينا ظاهرة بارزة في كل مكان؟ ألم ندرك بعد ونتيقن أن ذلك هو سبب ذلنا وضعفنا وهواننا؟ إلى متى عباد الله ونحن نبارز جبار السماوات والأراضين بالمعاصي؟ أما نخاف؟ أما نخشى؟ هل تناسينا وعده ووعيده وعقابه؟ أن نصحو أما أن أم إننا لن نصحو إلا عندما تأتي علينا الطامات والعقوبات التي بدأنا نرى نذرها تلوح في السماء، ونكون وقتها استحققناها بإعراضنا وقسوة قلوبنا. قال الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ما الذي أهلك القرى والأمم السابقة؟ أليست الذنوب والمعاصي؟ أهمس لأولئك الذين يستهينون بالمنكرات والأوامر الشرعية صغيرة كانت أو كبيرة وسط هذا الواقع المؤلم الخطير الذي تعيشه بلادنا وأمتنا، أن ينتبهوا إلى أن تقصيرهم هم لا يعود بالضرر عليهم فقط. معاصيهم، منكراتهم لا تعود بالضرر عليهم هم فقط، بل يعود على الأمة بأكملها. فهم من أسباب الانهزام والتأخر والضعف. من المؤلم أنه على رغم الأحداث الأخيرة الخطيرة التي مرت وتمر بنا وسيمر بنا مثلها كثير، إن لم نرجع إلى الله فإن الكثير من المسلمين أفرادا ومجتمعات لا زالوا مصرين على الذنوب والابتعاد عن منهج الله، بل بعضهم يجاهر بمعاصيه في كل مكان. والله هذه خيانة لله ولرسوله. إن كل عاصي متخلف عن أوامر الله هو من أسباب ضعف الأمة، وكل مطيع سائر على الصراط المستقيم هو من أسباب نصرها. من صلى الفجر اليوم في جماعة فهو من أنصار هذا الدين. فأسألك بالله العظيم، هل كنت في صفوف الذين صلوا ودعوا وتضرعوا، أم كنت في صفوف المتخلفين؟ هل كنت سبب من أسباب قوة الأمة اليوم أو من أسباب ضعفها؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. لابد أن نراجع الحسابات، لابد أن نراجع الحسابات. لابد على الراعي والرعية أن يتكاتفوا فيما بينهم البين لإنقاذ السفينة من الغرق. لابد على الراعي والرعية أن يتناصحوا فيما بينهم البين لإنقاذ السفينة من الغرق، وهي على وشك الغرق إلا أن يلطف بنا الرحمن الرحيم. والله السفينة على وشك الغرق،
إلا أن يلطف بنا الرحمن الرحيم. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره وكيده في نحره يا رب العالمين. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الفواحش والمنكرات ما ظهر منها وما بطن يا رب الأرض والسماوات. اللهم امن علينا بتوبة نصوح يا رب العالمين. اغفر ذنب المذنبين واقبل توبة التائبين وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم من حاد منهم عن الصواب فرده إلى الحق والصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا جبار السماوات والأراضين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم أيدهم بتأييدك يا حي يا قيوم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكبت عدوك وعدونا من اليهود والنصارى الذين يمكرون بنا مكر الليل والنهار. ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اجمع قلوبنا على الحق يا حي يا قيوم. الأقوام في لهو مقيم وقد غفلوا عن الأمر العظيم. تناسوا يوم محشرهم جميعا ويوم الفصل ما بين الخصوم. تناسوا يوم تدنو الشمس منهم كقدر الميل بالخطب الجسيم. تناسوا يوم تدنو الشمس منهم كقدر الميل بالخطب الجسيم. فذاك اليوم يوم الهول حقا به يعلو المشيب ذرى الفطيم. فذاك اليوم يوم الهول حقا به يعلو المشيب ذرى الفطيم. ترى الآكام مثل العهن تبدو وتجري دون ثقل كالغيوم. وتنفطر السماء وسوف تطوى وتنكدر النجوم مع النجوم. ويغدو البحر كالمسجور نارا ونار الله تقذف بالحميم. ويغدو البحر كالمسجور نارا ونار الله تقذف بالحميم. مقال الكل نفسي ثم نفسي عساني أرتقي درج النعيم. مقال الكل نفسي ثم نفسي عساني أرتقي درج النعيم. رؤوسهم تطاطأ من خضوع ويبدو اليأس في وجه الأثيم. فإما روضة في دار عدن وإما الويل في دار الجحيم. فإن تدعى إلى الفردوس بشرى وأبشر بالنعيم المستديم. فإن تدعى إلى الفردوس بشرى وأبشر بالنعيم المستديم. وأبشر بالمقام مع الحواري لهم نور يضيء دجى العتيم.
وأبشر بالمقام مع الحواري لهم نور يضيء دجى العتيق يطوف عليهم بالكأس ولد فأنعم بالجزاء من الكريم فلا تسأل عن الأفضال حسنا ولا تسأل عن الخير المقيم وإن تدعى إلى نار تلظى فيا بؤس المساق إلى الجحيم وإن تدعى إلى نار تلظى فيا بؤس المساق إلى الجحيم كلاليب ستقبض كل غاو فلا منجى من الحرق الأليم كلاليب ستقبض كل غاو فلا منجى من الحرق الأليم سيسقى من صديد أو حميم ويأكل من ضريع أو حطيم ويكسى من لهيب النار حليا ويلبس من لظى نار السموم فهل من توبة يا قوم هلا رجعنا للغفور وللرحيم ستذكرون يوما إن أتاكم رسول الموت بالخبر العميم ستذكرون يوما إن أتاكم رسول الموت بالخبر العميم فطوبى للذي قد جاء يوما بطاعات وبالقلب السليم وتبا للذي أمضى الليالي بعصيان وذا قلب السقيم فطوبى للذي قد جاء يوما بطاعات وبالقلب السليم